كان هناك شاعر يمني اسمه يقال له وضاح اليمن. ووضاح هذا كان يدخل الأسواق متقنعا لفرط جماله. يزعم بعض أهل الأدب أن أم البنين زوجة الوليد تعلقت به فمدحها، فبعث ذات يوم الوليد جواهر وذهب إلى زوجته. فالخادم عندما دخل، خادم الوليد، رأى وضاحا في بيته. طبعا لم يكن هناك شيء مما يطرأ على البال، لكنه كان وسيما جميلا فتجعله ينشدها الأشعار. فالمقصود أنه دخل الخادم رأى وضاحا، أخبر الوليد. لما أخبر الوليد أخفت أم البنين وضاحا في صندوق، قصر خلافة فيه صناديق، فأخفت وضاحا في الصندوق وجلست عليه لما دخل الوليد. والخادم وصف، وعندما دخل الخادم أخفت وضاحا في الصندوق، فلما رآها الخادم تنبه لوضاح وتنبه للصندوق وسكت، ما أظهر أنه رأى شيء، ما تعجل، ما أظهرت عليه الدهشة، رأى دون أن يتغيرت ملامح وجهه، دون أن يشعرها أنه رأى، وهي وضعت وضاحا في الصندوق وأغلقته وجلست عليه. فلما خرج أخبر الوليد وأخبره بالصندوق. عاد الوليد طبعا حاكم، والوليد كان جبارا. أبوه عندما أعطاه الخلافة قال: يا بني، من قال برأسه هكذا يعني لا، فقل بسيفك هكذا. دخل الوليد كأنه لم يرى شيئا. كيف حالك يا أم البنين؟ أنا بخير. كيف حال ما أعطيتك من مجوهرات وذهب؟ قالت: هو من فضلك يا أمير المؤمنين وعطاياك. قالوا: لكنني كما أعطيتك أريد منك. قالت: فليتمنى أمير المؤمنين. قال: تمنيت هذا الصندوق الذي فيه وضاح. أخذه وهو مغلق ولم يفتح. ومن تجد رجل يكظم غيظه بهذه الطريقة؟ فأخذ الصندوق ولم يفتح، وأتى من يعملون عنده وقال: احفروا بئر. حفروا بئر. قال: هذا الصندوق ارموه في البئر. رموه في البئر. قال: لا حاجة لي بالبئر، واطووها. وانتهى أمر وضاح في كتب الأدب، في كتب التاريخ، بهذه الطريقة. والبردوني الشاعر اليمني المعاصر رحمه الله له أبيات، لكني لا أحفظها الآن، في قضية وضاح هذه. والمقصود فمات وضاح وذهبت سيرته في أخبار العرب بهذه الطريقة، لكن الرواية لم تكتب إلا في الزمن العباسي.